السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الاحتفالات بفوز منتخب مصر على استراليا والتأهل إلى دور ال 16 كوم، وبكاء المشجع السعودي فرحا بفوز مصر كوم تاني لوحده خالص. هنتكلم في ده في نهاية الفيديو، لكن خليني أستعرض مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي وأخبار الثلاث ملفات الأهم اللي مطروحين أمام مجلس الإدارة الآن والمسؤولين عن شؤون الفريق الأول لكرة القدم. الثلاث ملفات اللي بيشغلوا بال الجماهير أيضا ملفات المعارين، الراحلين عن الفريق، والصفقات الجديدة. حضرتك بتسمع ليل نهار هيضم فلان ما هيضمش فلان، فلان قرب فلان ما قربش، فلان بعد. أنا جايب لحضرتك الملف وكأنك داخل النادي الأهلي وقاعد معاهم على الترابيزة. نبدأ الأول بملف المعارين. النادي الأهلي عنده 17 معار بره. ال 17 معار دول فيهم 4 أجانب و13 مصري. اللي يهمنا من الأسماء اللي متداولة في المصريين مصطفى العش وعمر الساعي وعمر كمال ومحمد عبد الله واحمد رضا وقفشه وكريم الدبيس. المعارين الاجانب اشرف داري، محمد الضاوي كريستو، وجراديشار ورضا سليم. نبدا بالاجانب. الاجانب اولا الاهلي مش هيسترد حد منهم من الاربعه المعارين الاجانب، وشغال على ملف اعرضهم او بيعهم بشكل نهائي. عشان ما نطولش الفيديو مش هحكي تفاصيل دقيقة عن حالة كل لاعب، لكن في النهاية الأربعة ما فيش رجوع إلا رضا سليم عليه كلام 50-50. بالنسبة لأشرف داري، أشرف داري الأهلي فاتح له الباب للإعارة الخارجية تاني تكرارها أو البيع النهائي. أشرف داري صداع شوية، عاوز مستحقاته كاملة. لو الأهلي عاوز يسيبني أخد مستحقاتي كاملة. طبعا الملف الأهلي شغال عليه. محمد الضاوي كريستو نفس الموضوع، جاي له من النجم الساحلي وجاي له من الخليج نفس الموضوع بتاع أشرف داري بالظبط. جراديشار نفس الحدوتة. النادي اللي موجود فيه عاوز ان هو يكمل الاعاره، لكن عاوز الاهلي يتحمل جزء من راتبه، لكن طبعا ده امر صعب. ما يبقاش لاعب بيلعب بره والاهلي اللي بيدفع راتبه. بالنسبه لرضا سليم يعني في كلام ان حسين عموته لسه عاوز يشوف، ولذلك الاربع لاعبين المعارين دول هينتظموا في فترة الإعداد. طول ما لسه ما فيش حاجة رسمية لخروجهم، الطبيعي إن هو يبقى مع الفرقة. فالتلاتة اللي قلنا عليهم في كلام نهائي بإن هم ما يكملوش. رضا سليم 75% خارج الأهلي، 25% إن هو يكمل. بالنسبة للمعارين المصريين أو المحليين، مصطفى العش وعمر الساعي خلاص مكملين مع المصري، إما بالإعارة أو البيع النهائي. عمر كمال 50-50، ده متوقف على أساس إن هو باك رايت، إما في أكرم توفيق أو ما فيش أكرم توفيق. فعمر كمال برضو 50-50. محمد عبد الله رجوع نهائي، خلاص هيتسجل في القائمة. أحمد رضا الحسين عموته سمع عنه كلام كويس وشاف بعض فيديوهات للاعب، فطلب ان هو يحضر معاه فترة الإعداد ويدخل في مرحلة تقييم
يقيمه بنفسه الحسين عموته. بالنسبة لأفشة، أفشة فاتح الأهلي، فاتح الباب لأفشة إن هو يرحل عن النادي الأهلي سواء بالإعارة أو البيع النهائي. كريم الدبيس رجوع نهائي، يبقى محمد عبد الله وكريم الدبيس رجوع نهائي. أحمد رضا بين عمر كمال نفس الكلام، بين الرجوع وبين الاستمرار في الإعارة. دي خلاصة ملف المعارين. طيب الراحلون عن الفريق بقى، المفاجأة اللي ممكن تزعج البعض وممكن حد ياخدها بشكل عادي، ولكن هي في النهاية ده اللي هيحصل، رحيل تريزيجيه. الموضوع منتهي وتم الاتفاق مع الرياض السعودي على ان هو هيشتري ما تبقى من عقد تريزيجيه مع النادي الاهلي. كذلك الامر بالنسبه لمحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان قدامه عروض والباب مفتوح قدامه للرحيل. طبعا ديانج مشي والاخ كومش مشي. محمد شريف ايضا مفتوح له الباب للرحيل بالاعاره او البيع. قلنا أفشة واحمد عيد ومحمد شكري. يبقى الراحلون مين؟ تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، أفشة، احمد عيد، محمد شكري، وسبقهم ديانج وكاموش ده ولا اسمه ايه ده اللي الواحد حتى ما عادش فاكر اسمه. بالنسبه للصفقات، ملف الصفقات الجديده، فالاهلي شغال على 3 مهاجمين، فيه اللي تم خلاص التعاقد معاه من ناحيه اللاعبين المحليين، 5 لاعبين محليين. صفقه علي محمود لاعب انبي تمت، اقطاي عبد الله تمت، محمد مخلوف من المصري تمت، عبد الرحيم دغموم الاهلي قفل بابه نهائي لانه لاعب اجنبي وهيرحل. لو رحل محمد علي بن رمضان بقى 3 كده راحوا على النادي الاهلي، فمش عايزين يشغلوا القايمه بلاعب اجنبي، مش يعني هو اللاعب الواو، يعني هو دغموم لاعب كويس، لكن الاهلي قدامه فرصه يجيب مستوى او بروفايل اعلى منه يعني. فعندنا هنا دلوقتي ال3 مهاجمين اللي الاهلي شغال عليهم، سفيان بن جديده المغربي، ومحمد بنجوره الغيني اللي موجود في مولوديه الجزائر، وعلي علوان. الخيار الاول هو بن جديده، ومحمد ساليو بنجوره ده خيار تاني، وعلي علوان برضو داخل في الصوره. على اي حال دي الاخبار بالتفصيل، ونتكلم بقى في الدقيقه دي عن افراح العرب اللي لفتت انظار الدنيا كلها. حاجه تشرح القلب وحاجه يعني تدعم وتعزز الاخوه الصادقه بين العرب والمشاعر الجميله. منها مشهد ابكانا وابكى البعض لما لقينا مشجع سعودي كبير في السن بيبكي بمراره وبحرقه، ليس حزنا ولكن فرحا بتأهل مصر. طبعا اللي بيبكي بالطريقه دي بيبقى متعرض لضغط شديد جدا اثناء ضربات الجزاء، وشفنا كان في مجلس عربي وكلهم حاولوا يهدوه ويبوسوا على راسه. الف مبروك لمصر والف مبروك للعرب، ودايما انتصارات. الاحتفالات كانت في العراق والاردن واليمن والجزائر والمغرب وقطر والكويت والامارات والسعوديه، ومش عايز انسى حد، وتونس. فعاشت